هلو يا بنويت، عاملين ايه؟ يلا بينا مع بعض نشوف تفاصيل رسمة العيون الجامدة دي. اول حاجة انا جبت فرشة رفيعة خالص وما حطيتش اي حاجة على الجفن بتاعي غير ان انا عملت حواجبي وكونسيلر خفيف نضفت بيه تحت حواجبي. الفيديو اللي انا عملت فيه الحواجب لو انتوا حابين تشوفوه انا عملته فيديو منفصل، هتلاقوه الفيديو اللي قبل ده على طول. ما حبيتش اطول من الفيديو فخليت الفيديو بتاع الحواجب لوحده والفيديو رسمة العيون لوحدها. عملت الكات كريز باللون البني الغامق زي ما انتوا شايفين وبفرشة رفيعة خالص بتاعة دمج، خدت درجة افتح شوية وبدأت ادمج فوق اللون البني الغامق زي ما متعودين معايا. كل رسمة بنبدأ من اللون الغامق للون الفاتح. تعرفوا ان اللقطة اللي انا ظهرت بيها في اول الفيديو والميك اب كامل كان بعد ما رجعت من المناسبة اللي انا كنت فيها، وكان مكان اوبن اير وكان الجو حر جدا. عايزه اقول لكم الميك اب فضل ثابت معايا لحد ما رجعت، فهتتعلموا معايا الرسمة من الاخر. طبعا انا هنا خدت اللون الفاتح وبدأت برضو ادرج في اللون لحد ما موهت اللون خالص، وبدأت خدت فرشة كات كريس اللي هي بتاعة الكونسيلر، وبدأت اقطع الكريس بتاعي وانضفه علشان احدد شكله ويبقى نظيف من تحت. طبعا الفرشة اللي احنا بنقطع بيها الكات كريس طبعا زي ما انتم شايفين مبططة ومدورة من قدام كده علشان تمشي معايا مع حدود العين. خدي وقتك في القطعة واظبطي ايدك وواحدة واحدة وابدأي من نص الكات كريس زي ما انا بدأت كده، وما تبدأيش من تحت، وكمية الكونسيلر على الفرشة بتكون قليلة. بعد كده بفرده على باقي الجفن كله بعد ما بكون حددت حدودي، وبالبيوتي بلندر بتاعتي ببتدي اسحب الزيادات من على الجفن. بعد ما خلصنا القطعة بتاعة الكريس بدأت جبت باودر بتاعة كيرولان، وبدأت ان انا امشي برضو بالبيوتي بلندر عشان ما يبقاش في اي تخطيط، وبدأت اثبت الكونسيلر اللي انا حطيته. وبعد كده رجعت للفرشة بتاعتي الرفيعة تاني، دي على فكرة الفرشة بتاعة الحواجب اللي انا دايما برسم بيها حواجبي، وبدأت اكمل الكريس بتاعي اللي انا عملته في الاول بس من تحت الموجة الاولانية. بعد كده فرشة رفيعة خالص برضو علشان اقدر امشي على حدود الرسمة اللي انا عاملاها، وبنفس اللون بدأت اعمل زي تمويهة كده هوت على شكل مثلث، بحيث ان انا هنزل، يعني انا موهت القطعة الاولانية لفوق، القطعة التانية دي هموهها لتحت، فببدأ برضو بالغامق وبنزل بالفاتح. ببدأ ابتدي اموه في اللون كده لحد ما انزل لحد اخر العين من تحت. معلش بقى هو التصوير بتلاقوه كده جاي من الجنب علشان دايما بكون داخله جوه المرايه علشان اركز وانا بعمل الرسمه، بس كل ما باخد بالي كنت بلحق نفسي وبحاول اظبط الرسمه قدام الكاميرا. المهم هنا خدت فرشه التفاصيل اللي هي بتاعه الدمج الرفيعه، وبدات خدت لون افتح شويه، وبدات اكمل شكل المثلث بتاعي بدرجه بني افتح شويه، وابتدي احط الاي شادو في الاخر الربع بتاع كورنر العين من ورا. ناخد وقتنا في الدمج كويس ونبتدي نموه الالوان واحنا بندخلها لجوه على العين، وكل ما نحس ان اللون خف معانا نبتدي نتقل عليه ونجيب نفس اللون علشان تبقى الالوان ظاهره معانا ما تبقاش شكلها باهت. يعني انا هنا لقيت اللون البني خف معايا فبدات ان انا اتقله تاني، وبرضه هقعد ادمج فيه تاني. بصي انت طول ما انت قاعده تحطي اللون تدمجي اللون، تحطي اللون تدمجي اللون لحد ما تظبطي شكل الدمج بالمنظر ده. وهنا سأسكت قليلا. الله على جمال الرسمه. خدت فرشه صغيره وبدات اخد هايلايتر ذهبي واحطه في مدمع العيون، وده اللزق بتاع الجلو بتاع الجليتر. بدأت كده خدت منه شوية على ايدي وجبت جليتر لونه ذهبي وبدأت ان انا الزقه على الجلو اللي انا حطيته على جفن عيني. عايزه اقول لكم الجليتر وانا برفعه كده قدام الكاميرا عشان اوريه لكم اتدلق منه شويه وبهدلني جدا. المهم جبت كونسيلر ميبلين درجه لون بشرتي بالظبط علشان اقدر اكنسل بيها الهالات، وبالبيوتي بلندر بتاعتي بدأت ادمجه. هنا بقى فايده الطبقات القليله. ده كونسيلر شي جلام برضو درجة افتح من الدرجة بتاعتي علشان خاطر انور عند كورنر العيون.
وكنت بقول لكم فايده ان انا ما بحطش طبقات كتير على الوش، علشان انا كنت رايحه المكان زي ما قلت لكم كان اوبن اير وكان الجو حر جدا، فطبقات كتير يعني ميك اب يخطط، يعني ميك اب يسيح، يعني الدنيا تبقى شكلها وحش على وشك. بالة البلاشر الكريمي بقى كانت من روز بيري، وابدأي كده وردي بقى الخدود وظبطي الدنيا. وبعد كده بدأت أثبت بالباودر زي اللي أنا كنت ماسكاه في الأول بتاعت كيرولان، وبإيدي كده بدأت أدخل كل الميك اب كده، أو أسيحه أو أسخنه كده على وشي بحيث إن هو يبقى مدموج. فرشة بقى اللي هي بتاعت التفاصيل، ونبدأ نشتغل تحت العين، والألوان اللي احنا اشتغلنا بيها من فوق هي اللي بنشتغل بيها في الجفن السفلي. وبنبدأ برضو باللون الغامق ونبتدي نموه وندرج الألوان على تحت، ونبتدي ننزل بالألوان تحت شوية لو انت عندك تجاعيد. الحركة دي عايزة اقول لكم انها بتخفي اي خطوط تحت العين. الرموش بقى بتاعتك، انا جبت رموش اللي هي بتبقى زي 3/4 رموش، حطيت الجلو عليها، استنيت عليه شويه. دايما كنت في الفيديوز ان انا بحط الرموش وانتم ما بتشوفوهاش، فقلت المره دي اخليكم تشوفوها معايا. وبدات الزقها من نهايه العين، وبدات اظبطها بايدي كده. اهم حاجه انك تستني على اللزق شويه بحيث ان هو يبقى ستيكي معاكي، ما يبقاش طري. لو طري مش هتعرفي تتحكمي في لزقه الرموش. وبالملقاط او باي حاجه بتمسك الرموش تبتدي تظبطيها وترفعيها على فوق. بعد ما خلصنا لزق الرموش، قلم تحديد شفايف لونه بني حددت بيه شفايفي، وده روج كان جايلي هديه من واحده صاحبتي في امريكا من ريفلون. مش عليه اي درجه عشان محدش يسالني اي الدرجه بتاعته ايه، هو درجته احمر زي ما انتم شايفينه كده وخلاص. ترى وده بقى الفاينل لوك. قد ايه الميك اب شكله هادي وجميل. اي نعم الروج لونه تقيل بس ماشي مع الالوان اللي احنا عملناها دي. بعض الصور خدتها ليا بعد ما عملت الميك اب، قلت عشان اوريها لكم في الاخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، واستنوني في فيديو جديد ومفيد مع نوني. باي.